الزمالك بتتعامل مع الجمهور بقول ان هي ما خدوا امام وخدوا كهربا وخدوا بن شرقي، لا وضع زيزو غير، وضع زيزو غير. لان امام كان جاي من الدنمارك ومحدش كان متخيل ان امام ده يروح الاهلي اساسا، يعني ولا امام نفسه ولا ابوه ولا اي حد كان يتخيل ان امام يروح نادي الزمالك، النادي الاهلي. لان امام كان شانت من الاهلي، وكان متخانق مع وليد سليمان، وكان عامل مشاكل على احمد شوبير وعلى الخطيب وعلى صالح سليم، وكان شاتم الاهلي كله. فكان ما حدش متخيل في يوم ان هيلعب كان كل حتى الجمهور الاهلي نفسه ما كانش مصدق، كان يقول لك هيروح بيراميدز. لكن لما عرض نفسه على الاداره وقعد يجي 3 شهور بيتحايل على الاداره، قالوا له دعم نفسك، او شوف حد يدعمك، او شوف رجال اعمال، او لكن الصراحه امام لا. وزيزو غيره، بن شرقي جه من الريان القطري بعد الاداره الحاليه ما فشلت انها تتعاقد معاه، جه من الريان القطري على الاهلي. كهربا جه من البرتغال، افس البرتغالي، جه من افس البرتغال على الاهلي بعد ما قضى 6 شهور في النادي افس، والنادي افس اعلن افلاسه اساسا فالنادي البرتغالي جه على الاهلي. لكن زيزو دخل الاهلي كده، خطفه منك، خطفه كده وطلع. انت فين من ده كله؟ ما قعدوا ليه؟ قعد ليه بقى انت دلوقتي؟ طيب لا انت اللي جددت له، ولا انت إيه يعني يا اداره؟ انتوا كفايه اللي انتوا بتعملوه مع عواد. في حاجه اسمها ندفع لك التاشيره وتروح انت تعالج نفسك؟ مفيش الكلام ده. مفيش نادي في العالم بيعمل كده. الاداره دي لازم تستقيل، ما ينفعش الاداره دي تكمل بالطريقه دي. الاداره هتجيب الزمالك ورا.